الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نهيا الجديد ودبارة جديدة وحويجة بنينة. بما أن احنا في موسم الليمون، حبيت نودكم بطريقة السيتروناد اللي نحتفظوا بها في الثلاجة من لوطة وتصبر لنا بالعام وأكثر على طريقتي، بطلب من برشا مشتركين ومشتركات يحبوا الطريقة. هاني لبيت لكم الطلب نتاعكم، إن شاء الله تتفرجوا في الفيديو تتبعوها خطوة بخطوة وتعجبكم الطريقة بحول الله. اذا كانك اول مره تتعدى على القناه نقول لك اعمل اشتراك وفعل الجرس باش في كل مره نهبط ريسيت جديده تجيك نوتيفيكاسيون وتقعد تتبع في الجديد متاعي. وتو ما تبقى لي كان ننقل لكم مشاهده طيبه وشهيه طيبه للجميع. هوني في مرحله اولى خذيت كونتيتي نتاع قارص، نتوما والكونتيتي اللي تحبوا عليها ما يقلقش، خاطر احنا من بعد باش نكيلو بالعصير اللي باش نتحصلوا عليه الكونتيتي اللي تحبوا عليها. انا مثال هذوما توا 3 كيلو قارص، ما نعرفش من بعد قداش باش يخرجوا لي عصير بالضبط. به نفختهم ليله كامله في الماء، حطيتهم في الماء غسلتهم بالباهي بالباهي بالباهي. كي نحطوهم في الماء ماشي هذيك العصير نتاع السيترون مش يتكثفنا، مش معناها تتنفخ الكعبه، وبعد حتى في عمليه الرحي مش تجينا سهله برشا. به في مرحله اولى انا خديت الكونتيتي هذيا وغسلتها كيف ما قلت لكم. تو نجي للاطراف كيف ما هكا باش نحيها منا ومنا، باش ناخذ الكعيبه هي كيف ما هكا باش نحي لها شويه من القشور نتاعها بالطريقه هذيا كيف ما هكا. ما قاعدين تشاهدوا ما نحيش معناها الكعبه كامله كما قاعدين تشاهدوا كيف ما هكا. اما ماذا بيكم تنحيو هذيك الابيض لو ماكسيموم بوسيبل على خاطرو يمرر لنا السيترون نتاعنا. نزيد نعاود قدامكم بنفس الطريقه، هذوما الاطراف نحيوهم كيف ما هكا، معناها قلم بقلم، قلم ما نحيوه قلم ما نحيوهش. هيكم القشور انا من بعد مانيش باش نطيشهم، هذوما اللي نحيتهم هذوما الزوائد مانيش باش نلوحهم، انا هذوما باش نشيحهم وباش نرحيهم ونخليهم. وقت اللي باش نحب نعمل جاتوه في الصيف وما هوش متواجد والا حتى مش متوفر عندي في الدار باش نعمل جاتوه ولا باش نعمل بشكوتو، نلقاه معناها عندي جاهز حاضر، الريحه ياسر بنينه وياسر ممتازه. تويك انا باش ما نطولش عليكم بنفس الطريقه نحي معناها نقص الكونتيتي نتاع الليمون نتاعي الكل، ومن بعد نرجع لكم في المرحله اللي كيفاش باش نقصو ونحيلو القليبات نتاعو. تواصل عمليتي هكا ومن بعد نرجع لكم. لهنا كملت نظفت الكونتيتي نتاع كعيبات القرص الكل. شوفوا هذيا توكا كيما قلت لكم مانيش باش نلوحو، باش نشيحو حتى لين يشيح بالباهي، ومن بعد باش نرحيه. وقت اللي انا حاجتي بيه نمد شويه ونستعمله في المرطبات في البشكوتو يعطي بنه عالميه. وتوا في المرحله هذيا باش ناخذ هذيكم الكعيبات اللي تحصلنا عليهم وباش نقصصهم كيف ما هكا، نقصصهم دي ترونش. به مثلا انا الكعيبه هذيا ما فيهاش قلوب، نتوما معناها الكعيبه اللي فيها القلوب يلزمكم تنحيوه بما انه يمرر لنا السيتروناد نتاعنا. نزيد نعمل كعيبه اخرى قدامكم بنفس الطريقه. انا باش نكمل حتى هذه ما فيهاش، نحب نلقى كعبه فيها باش نحي القلوب قدامكم. نسيت انا بالزهر الليمه نتاعي كل ما فيهش. المفيد هو يا حبذا اذا ما تلقاش فيها اسهل لك لا تتعطل ولا حتى شيء، جوست قصص فقط. انا تو في هذه المرحله نكمل نقصص الكونتيتي اللي عندي كامله بنفس الطريقه باش من بعد باش نرحيوه ان شاء الله. عمليه بسيطه جدا سهله شيء ما فيها، ومن بعد باش نتحصلوا على سيترون كيف ما نتاع المحلات هذاك السيرو، وباش نزيدوه الماء ونحتفظوا به بالعام واكثر. انا سبق في القناه عطيتكم زوج طرق نتاع السيترون، المره هذه طلبوا مني باش نعطيكم الطريقه نتاع السيرو. انا عطيتكم الفري عطيتكم المطبوخ، المره هذه مش نعطيكم هذايا اللي طيب سيرو ومن بعد نضيفوا له الماء نحطوه في الثلاجه اللوطه، وكل مره نزيدوه الماء ونستعملوه كيف ما نعرفوا احنا تويكا على ابواب الصيف، على ابواب شهر رمضان الكريم المعظم، نحبوا تكثر العصائر تكفي العطشه. ماذا بينا كل مره نجدكم بحويجه جديده بالزهر كما قاعدين تشاهدوا. حتى كعبه اللي فيها قلب متعليم على غلب، انتم اذا كان فيها القلوب تنحيوها. نكمل انا تويكا الكونتيتي هذيا ونرجع لكم في عمليه الرحيان.
لهنا سيي كملت قصصته الكل. هذه الكونتيتي اللي خرجت لي توا. ما راني الا باش ناخذ الروبو نتاعي وباش نبدا في عمليه الرحي. انا هنا بالنسبه لي لهنا متوفر عندي الرحايه هذه اللي بالكرة. اذا انتم مش متوفر عندكم تنجموا تستعملوا الرحايه العربي نتاع البشكوتو. هذايا كيفاش باش تتحصلوا عليه. مانيش باش نكمل انا نرحيه الكل قدامكم خاطر الماكينه باش تقلقوا معناها بالصوت نتاعها. هذايا القوام نتاعو اللي يلزمنا نتحصلوا عليه. نكمل انا نرحي الكونتيتي اللي عندي كامله ومن بعد نرجع لكم في عمليه التصفيه. نكملوا الكونتيتي كامله ونرجع لكم بحول الله. هذه الكونتيتي اللي تحصلت عليها بعد ما رحيت الكونتيتي كامله. هذا هو المشهد النهائي اللي يلزمنا نتحصلوا عليه. به في المرحله هذه باش ناخذ غربال جويت والا صفيه اللي عندك متواجد وباش نعديه على الصفيه باش نخرجوا بالباهي حتى لين يولي ما عادش فيه قوه بالكل. وباش نتحصلوا على هذاك الجول باش نتحصلوا عليه. هيك هو اللي احنا ماشي نخدموا به السيتروناد نتاعنا بحول الله. بنفس الطريقه كيف من هكا نقعد نخرج فيه كامل. تحبوا شويه وسع بال وشويه وقت، ما تستعجلوش. المفيد حتى لين توليوا كيف تعصروا ما عادش يخرج منه حتى قوه، وقتها راهو سيء. كما قلت لكم راهو تحبوا شويه وقت وشويه وسع بال. نكمل انا بنفس الطريقه كيف من هكا حتى نكمل نخرج الكونتيتي اللي عندي كامله ومن بعد نكيلوها مع بعضنا باش نعرفوا بعد بقيه المراحل اللي باش نعملوها ان شاء الله. هاكا كما قاعدين تشاهدوا راهو تحبوا وقيت بالباهي باش تكمل الكونتيتي اللي عندك كامله. نكمل انا تويك نخرجوا بالكدا ومن بعد نرجع لكم نكيلوه مع بعضنا ونعملوا له السكر نتاعو باش نحطوه يطيب بحول الله. توا لهنا كملت خرجت الكونتيتي نتاع القارص نتاعي الكل نتاع السيترون. شوفوا كيفاش عاقد بالباهي. انا الكونتيتي اللي عملتها 3 كيلو خرجولي لترة نتاع عصير نتاع ليمون. هذه لترة كامله. باهي هذايا لهنا اللي خرجته هذايا اللي تبقى لي. باهي كيف ما تنجم تطيشو هذا ما تنجم تعمل به حتى شيء. كيما تنجم تخبيه في دي ساشي اليمونتير ولا في معون صحي في الكونجيلاتور وقت اللي تجي تعمل كيكه ولا تعمل نوع نتاع بشكوت ولا حاجه تفوح به راهو يعطي نكهه عالميه. انا ديجا مانيش باش نحطو الكل، مش باش نكنجل الكل ومش باش نطيش الكل، باش ناخذ كونتيتي نخبيها. باهي تو في المرحله هذه على هذه اللتر نتاع عصير الليمون باش ناخذ عليها 2 كيلو سكر العادي، ولهنا باش ناخذ عليها 100 مليلتر نتاع ماء، ولهنا عندي شطر قارصه. باهي نحطوا احنا العصير هذايا اكوتي حتى نطيبوا السيرو نتاعنا في مرحله اولى، ومن بعد باش نستحقوه باش نكملوا نضيفوه على بقيه المكونات. ناخذ طنجره نخلي فيها هذيك 2 كيلو نتاع السكر كما قلت لكم على عصير إترا نتاع عصير نتاع ليمون عليهم 2 كيلو سكر. ناخذ هذاك 300 مليلتر نتاع الماء، وتويكا في المرحله هذه ماشي هكا باش نحطهم على الطاوله، نزيد شويه ونحرك حتى لين السكر نتاعي الكل يتبل، خاطر الكونتيتي نتاع السكر برشا والماء شويه مش تتبلي فرد مره حتى يذوب شويه السكر. ومن بعدها باش مش نحطوه على الغاز يطيبلنا في عقله سله السله. سي ديجا هاكا بدا يتبل كما قاعدين تشاهدوا. ما نجم انا نحطه على الغاز الا ما يتبل كامل. تو ديجا هو السكر يبدا يذوب بشويه بشويه ويقر الماء نتاعو، تو يتبل لنا الكل بحول الله. نحطه هكايا مين بارا وحكايه دريج ونص على الطاوله حتى لين يتبل لنا الكل باش نحطوه يطيب على روحه بحول الله. يكمل يتبل ومن بعد نرجع لكم، ما تغفلوش عليه، زيدوا شويه وحركوا هكا حتى لين يتبل الكل ويدخل الماء في وسطه بحول الله.
ما قاعدين تشاهدوا لهنا السكر متاعنا الكل تبل. نزيد شويه كما قلت لكم وانا نحرك حتى لين تبلي كامل. في المرحله هذه مش نحطوا على نار ضعيفه، باش نحط السيرو متاعنا مش يطيب على نار ضعيفه باش ما يتحرقناش وما يشيطلناش. نحطوا على النار ما نحركوهاش، سي ديجا نخليوها كيف ما هكاك على نار ضعيفه كيف ما قلت لكم حتى لين نشوفوا السكر نتاعنا الكل ذاب، باش مش نعملوا له عصره معناها عصير نتاع شطر القارصه هذيا. نحطوا توك على نار ضعيفه كيف ما قلت لكم حتى لين نلقى السكر نتاعي ذاب الكل، وقتها نعملوا عصره القارص مع بعضنا ان شاء الله. كما قلت لكم ما تستعجلوش، ما تحطوش النار قويه برشا راكم ترجعوا نادمين، يعني على نار ضعيفه في عقله يطيب سله ما احناش مستعجلين وحتى شيء ما هو زاربنا. نحطو تو كيف يذوب السكر وانا نرجع لكم في المرحله اللي من بعدها. هذه لهنا السكر متاعنا ذيب كامل. توا في المرحله هذه مش ناخذ هيك شطر القارصه ومش نعصرها كامله، نعصروها الكل. وديما النار متاعنا ضعيفه على الاخر كما قلت لكم يطيب على نار ضعيفه برشا حتى لين يولي يعمل في ديبول. وقتها باش نعرفوا احنا العصير متاعنا طاب سيء. مش ناخذ طرونش من هذيك الشطر نتاع القارصه، مش نحطه في وسط السيرو نتاعي باش نخليها تغلي معاه. هذه مش تمتصلنا الكونتيتي الزايده نتاع السكر، وباش نعرفوا بها احنا من بعد العصير متاعنا طاب سي السيرو متاعنا طاب وصار جاهز. وقت اللي هي مش يتبدل الكولور متاعها مش تولي غامقه مش تولي ناشفه، وقتها احنا نعرفوا اللي السيرو متاعنا طاب. كما قلت لكم نحطوها هكا على نار ضعيفه حتى لين يعمل ديبول كبار باش نعرفوا احنا العصير متاعنا طاب وسي السيرو طاب وسي. توي كنخليها على راحته، راهو تحب له قيت طويل ما نستعجلوش، تحب له قيت حتى لين يكمل يطيب ومن بعد نكملوا بقيه المراحل مع بعضنا بحول الله. شوفوا لهنا السيروم تاعي كيفاش ولا يعمل في فقاعات كبار. في المرحله هذه معناها العصير متاعي طاب سي السيروم تاعي طاب في المرحله هذه. شوفوا حتى القشره نتاع القارص كيفاش تبدل اللون نتاعها كيفاش كمشت، معناها العصير نتاعنا سي السيروم صار جاهز. في المرحله هذه باش نطفي عليه الغاز نخليه حتى لين يهفت شويه ما ينفعموش برشا، جيست يهفت يولي ما عادش فيه فقاعات باش نكملوا بقيه المراحل نتاع نرميو السيترون ونحطوا السكر الحامض. باهي نحطوه تويكا حتى يركح شويه على الطاوله مش برشا مش يبرد جيست يولي دافي ونكملوا بقيه المراحل. شوفوا لهنا كيفاش ركح ولا راكح ولا لنا دافي. توا في المرحله هذه ماشي ناخذوا عفوا ملعقه اكل من السكر الحامض. هذا يتباع عند اللي يبيعوا لوازم الحلويات السكرين، هو اللي معناها يخلي لنا السيترون نتاعنا يصبر مده طويله ما يفزدلناش وما يسكرناش بحول الله. توا في المرحله هذه بعد ما انا ذوبت هذيا الحامض نتاع الليمون توا ماشي ناخذ هذيك اللتر نتاع الجوي اللي تحصلنا عليه وماشي نبدا نضيف بشويه ونحرك. نردوا بالنا كما قاعدين تشاهدوا مازال سخون، نردوا بالنا ما نصبوهاش الكل في نفس الوقت، نضيفوا بشويه ونحركوا حتى لين نكملوا نضيفوا الكميه اللي عندنا كامله. ردوا بالكم نسيت جاوك بدا يركح، هو يركح واحنا نزيدوا نضيفوا بشويه حتى نكملوا احنا نحركوا حتى لين يولي لنا الكل متجانس في بعضه. في المرحله هذه تنجم تزيد تضيف له روح السيترون، اما انا مش نحطه ناتوريل بدون اي منكه كان، مش نحطه كيف ما هو. لهنا كملت صبيت الكونتيتي كامله. تو انا مش نحطه على الطاوله ولا على الرخامه في الكوجينه، ندور دوره ونحركه حتى لين يبرد لي بالباهي باش يولي لي جاهز. بعد نضاعفوه بالماء لا اكثر ولا اقل، ندوروا دوره ونحركه هكا حتى لين يبرد لنا بالباهي بحول الله. هذه لهنا السيترون نتاعنا صار جاهز سي برد بالباهي. حطيته في دبيبسه باللار كما قاعدين تشاهدوا، حطيت شويه لهنا في كاس باش نزيدوا الماء نضاعفوا بالماء قدامكم. هذه الطريقه سهله، لو تتفرجوا في الفيديو تتبعوها خطوه بخطوه وان شاء الله تعجبكم يا ربي. كما قلت لكم انا سبق
وعطيتكم زوز طرق نتاع السيترون. المره هذه حبيت نعطيكم هذايا المركز. هذايا يصبر في الثلاجه من لوطه، ما هوش نتاع كونجيلاتور، معناها وقت الحاجه تجبد منه وتستعمله. باش نذوق نرى اسكو سافا ولا باش نزيد شويه في الجي. به جيني قوي شويه باش نزيدو نضافو بشويه ماء ويولي لي جاهز للشراب ان شاء الله. به بالنسبه للطريقه هذه نجمو نحتفظوا بها بالعام واكثر في الثلاجه اللوطه، شيء ما يجرالو. كيما قاعدين تشاهدوا كولور السيترون الناتوريل، انا ما زدتوش روح السيترون، راهي روح السيترون مش تعطيه جو للسيترون ومش تعطيه الكولور الاصفر. انا ما حبيتش نعطيه حتى اضافات، حبيت نحطه ناتوريل. تحبوا انتم تضيفوا له تزيدوا تضيفوا له، اما هذا الكولور نتاعو الناتوريل. هذه اليوم انا كانت الطريقه نتاعي، ان شاء الله تتفرجوا في الفيديو تبعوها خطوه بخطوه وتعجبكم ان شاء الله. اذا كان عجبكم الفيديو بطبيعه الحال حطوا جيماتكم وحطوا تعليقاتكم، بارتاجيوه بين الاصحاب والاحباب باش يتبعوا الطريقه وتعجبهم بحول الله. واذا تحبوا تتبعوني على الباج فيسبوك نتاعي لبنى لمسات صنافه، على جروب الطبخ لمسات صنافه بالعربي، على تويتر وعلى الانستغرام. وتو ما تبقى لي كان نقول لكم مشاهده طيبه وشهيه طيبه للجميع، وان شاء الله في نهايه جديد ودبره جديده بحول الله.